نظن بان تيرجع للمباراه اللي لعبنا وسط الاسبوع، الهزيمه ديالنا من النضال البركانيه شيئا ما الهزيمه اثرت علينا، ولكن دازت واحد 20 دقيقه لقينا راسنا في المقابله واستطعنا اننا شيئا ما نحرجوا فريق الرجاء الرياضي. على العموم نظن بان نقطه التعادل كنا نستاهلوها بالنظر للمردود العام بالمقابله. جاونا فرص لكن الرجاء بمسانده الجمهور ديالها استطاعت فرصه يعني ضد مجرى اللعب انها تحقق هدف الانتصار. مبروك على الرجاء. هذه المباراه كانت فرصه مجموعه من اللاعبين الشبان لاول مره يلعبوا في ظروف بحال هذه، لاعبين شبان لاول مره يكتشفوا حضور جماهيري كبير، مباراه بالليل، حضور اعلامي كبير. اظن بانه فريق اتحاد الورقه غيكون مستفد ولو هزيمه، ولكن غنستافدوا منها كما قالنا المدرب مساعد الملابس، شريطه انهم يمشيو بهذا ليطا ديسبري في المقابلات المقبله، ما يكونش هذا ليطا ديسبري وهذا الحماس فقط في مباريات الدار البيضاء ولا مع انديه كبيره. العموم يعني الرجاء بالانتصار ديالو واحد اوفر لينا ان شاء الله في باقي الدورات. مهما كنشوفوا الفيديو في اخر الدقائق، شنو اللي ما بقاش في التنظيم ديال اتحاد الورقه باش يتسجل عليه الهدف هذيك الدقائق؟ واظن بانه شيئا ما كل ما تزيد الدقائق يمكن التركيز الذهني ديال اللاعبين خصوصا الشبان اللي قلت لك تيمشيو، هذه مساله عاديه. ما غنحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد. هدف جا في رجاء خدموا الهدف ديالهم، ولكن بحال الاشياء نتعلموا منها، لان في ظروف صعيبه في توقيت في هذه المقابله هو اللي خص يكون التركيز فيه اكثر. عموما هذه دروس ان شاء الله نتعلموا منها رفقه اللاعبين الشبان ان شاء الله باش نزيدوا نطوروا الاداء ديالنا، لان الطموح ديال اتحاد الورقه هذا الموسم هو ترتيب افضل من السنه السابقه.